هل تخيلتم يوما أن يتأهل الفريق إلى الدور 32 قبل أن يركلوا الكرة واحدة في الجولة الثالثة؟ نعم، هذا ما يحدث بالفعل في المجموعة الأولى لعنة الجولة الثانية لكأس العالم 2026. ألهبت أراضي مكسيك وألعنت على أول العابرين رسميا، بينما تركت الثلاثة منتخبات تتصارع على حافة الهاوية. أهلا بكم في ملخص المجموعة الأولى. إذا كان كيعجبك هذا المحتوى الكروي ما تنساش لايك وفولو. البداية كانت من ملعب أتلانتا، حيث التقى منتخب التشيك مجروحا بصادليك سجل فيه الشباك إفريقيا بالهدف رائع. التشيك ظنت أنها ضمنت 3 نقاط، لكن كبرياء أبناء مانديلا رفض الاستسلام. في الدقيقة 1 دراماتيكية لجنوب إفريقيا تقدم النجم تيبوهو مكوينة وأسكنها في الشباك ببرودة الأعصاب لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، ويتقاسم الفريقين نقطة ثمينة وبقيت أملهما حية. ومن أتلانتا إلى الجحيم ملعب غوادالاهارا، حيث كانت المكسيك تسعى لكتابة تاريخ أمام شمشون آسيا كوريا الجنوبية. الشوط الثاني كان معركة بدنية انتهت سلبية، لكن مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 50 فعلها النجم المكسيك لويس رومو استغل هفوة دفاعية زقت شباك كوريا ضغطت بكل ثقلها بقيادة نجومها، لكن الدفاع المكسيكي صمد كالجدار الفولاذي لتنتهي المباراة بفوز المكسيك بهدف نظيف. وبهذا الفوز رفعت المكسيك رصيدها إلى 6 نقاط لتصبح رسميا أول متأهلين إلى الدور 32 في المونديال. لنقرأ معنا جدول الترتيبات حاليا. المكسيك في الصدارة 6 نقاط، كوريا الجنوبية ب3 نقاط، بينما يتحارب التشيك وجنوب إفريقيا على المركز الثالث. الجولة القادمة ستكون ملحمة، كوريا تحتاج للفوز لتلتحق بالمكسيك، والتشيك تنتظر المعجزة. شاركونا في التعليقات من سيرافق المكسيك إلى الدور 32.